صدقيني هتنسي الادويه خالص بعد ما تعرفي الوصفه الطبيعيه اللي بتعالج الامساك عند الاطفال بكل سهوله، وبتريح معده طفلك سواء كان رضيع او كبير. انا الدكتوره نيفان رضا، استشاري اطفال. ابنك كمل 6 شهور يبقى ينفع ندخله الوجبه السحريه اللي بتعالج الامساك. ابنك كمل 6 شهور وبدأ البراز بتاعه يبقى متماسك، يبقى ينفع ندخله الوجبة السحرية لعلاج الإمساك. هنجيب برقوق مجفف وهنغسله كويس جدا، وطبعا احنا عارفين ان البرقوق ده هو القراصية بتاعتنا، وهننقعه في المية 2-3 ساعات. بعد كده هنهرسه في نفس المية اللي احنا نقعينه فيها، وكأنك بتدخلي له وجبة او أكلة جديدة. طب ايه السر في البرقوق؟ البرقوق فيه نوع من انواع السكر اللي بتسهل الهضم عند الاطفال وبتحسن الاخراج بتاعهم، وكمان في البرقوق فيه نسبة الياف وفيتامينات عالية جدا، برضو من ضمن الحاجات اللي بتسهل الاخراج عند الاطفال وبتلين معاهم. بعد ما تعملي الوجبه دي بنفس الطريقه البسيطه اللي انا قلتها لك، هتدي الطفل 5 معالق وبعدين تستني شويه، ولو بيرضع رضعيه. وطبعا احنا عارفين وقلنا قبل كده لما نبدا ناكل اولادنا لازم نغير وبلاش الموضوع التكرار، لان هم بيزهقوا من التكرار. وكل الحلقات دي هتلاقوها عندكم في كل منصاتنا. فانا هقول لكم على طرق تانية علشان لو زهق من الطريقه دي تغيري معاه وتديله طرق تانية، تديله اكلات تانية تسهل له الاخراج. هتجيبي البرقوق المجفف وهنجيب تفاح، هتعملي البرقوق زي ما قلنا في الاول وهنضيفه على التفاح وتديله برده 5 معالق. التفاح بيساعد على علاج الامساك بسبب ان فيه الياف كتيره. مع البرقوق بيعملوا تغذيه للبكتيريا النافعه اللي موجوده في الجهاز الهضمي للطفل، وبيدي للمعده كل التنبيهات اللي بتساعد على الهضم، فبالتالي بيكون مفعوله اقوى من البرقوق لوحده. كمان في وصفه كمان، هتجيبي شوفان مع القراصيه وهتمشي معاه بالتبادل، وتبدلي بقى في الطريقه اللي يزهق منها بدلي للثانيه. الشوفان علاج ممتاز جدا لتسهيل الهضم والعلاج الامساك، بس بعد سنه. نقطه مهمه جدا للناس اللي بتشوف الفيديو لحد هنا، لو ابنك تقبل الاكله ما جالوش حساسيه من اول مره، هنستمر في اكل الوصفات عادي مع التبادل ومع التغيير علشان ما يزهقش. طب لو جسمه جاله حساسيه هنرجع للطبيب فورا وتوقفي الاكله دي، وده طبعا بنعمله مع اي وجبه جديده بندخلها للطفل. طبعا في خطوه مهمه مع الكلام ده عشان تسهل معايا ان الامساك يروح وتسهل الاخراج عند الاطفال، ان انت لازم تشربي الطفل مع الوجبات دي ومع اي وجبه بتبداي تديها له تشربيه كميات ميه كبيره، لان دي بتسهل على الاخراج وبتساعد على الاخراج وعلى تنظيم البراز. ربنا يحفظ اولادكم واولادنا جميعا.